إخواني الرياضيين، إخواتي الرياضيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا. والاجواء اللي ولات والقانون اللي ولا اقل حاجه كيتصفر لك بيلاتي، يعني خصوصا ضد الوداد. يعني انه خص الانسان ياخذ اكثر من الحيطه والحذر ويعرف انه لاعب ضد ما لاعبش ضد خصم، ضد الحكم حتى هو، لانه اقل حاجه كيتصفر بيلانتي. بالعكس انه اقل حاجه لينا حنا ما كتصفرش، ولا اكثر حاجه ما كتصفرش. يعني خاص اللاعبين حتى هما يديروا بعين ياخذوا بعين الاعتبار انه اقل حاجه غادي كما كيقولوا غادي ينتقم منك شي حكم غير بيلانتي. يعني باي حاجه غادي يقول لك القانون شديتيه من تريكو راه قانون بيلانتي، ولا جيتي فيه بشويه راه بيلانتي. بالعكس اننا حنا شحال ديال لي فوت شفنا في هاد لي ماتش، راه بزاف ديال لي كارطون جون وسط الماتش راه حرام. لانه بزاف عيق علينا الاربيط في هذا الماتش هذا، بزاف ديال لي فوت، بزاف ديال لي كارطون ما خرجوش للفرقه الاخرى، ما خرجوش للاعبين ديال الحسنيه. بالعكس اللاعبين ديالنا كاينه ورقه حمراء كان خصها تخرج في وسط الماتش ما خرجاتش، كاينه ضربه جزاء اللي ما تصفاش عليها الاربيط لان شفنا الجر واضح ديال المفيد من الشوط. يعني القانون راه واضح، كيتكون ملي كانت لافوت دارت القضيه ديال الجر من القميص ولا من الشوط، فراه تصفر بينالتي ضدنا في البلاصه. اما بالنسبه لينا حنا ما كيتصفرش لينا داكشي اللي خاص. يعني خاص اللاعبين حتى هما كما تيقولوا يزيدوا نغزه، يعني يلعبوا يتخذوا الحيطه والحذر قانونيا، وهذا باش نعرفوا انه كاين واحد التحكيم اللي هو ضدنا صراحه، لانه كل شيء واضح وبين، لانه ماشي ماتش ولا جوج، دابا راه 5 الماتشات وديما بينالتي. جميع الفرق الوطنيه حاليا كتشكى من التحكيم، يعني لا جميع الفرق اللي كيلعبوا دابا في البطوله كيشكوا من هامش التحكيم. يعني ماشي جميع الفرق، جميع الانديه، كاين شي فرق كيخدم التحكيم صراحه. لما ندخلوا في الاسماء كاين شي فرق ما لا، ولكن جميع الفرق اغلب الفرق وكاين شي فرق اللي مستافده من التحكيم صراحه. اما الوداد كان هادشي اللي كاين. انا ما ندخلش الاسماء، هذاك الشيء ما تيخصنيش، اللي تيخصني فريق الوداد البيضاوي. علاش كندوي على الوداد؟ لان الوداد كاين كل ماتش 5 الماتشات، دابا 5 بيلانتيات. ما عمر كانت اخويا في التاريخ هذه وقيله ديال البطوله كاع 5 الماتشات يتصفروا عليك، 4 الماتشات 5 الماتشات 4 بيلانتيات يتصفروا ضدك، وانت بيلانتي واحد اللي تعطاك، فهمتيني؟ ولا جينا نشوفوا القانون نشوفوا لي ماتش، فالوداد ضاعت بزاف ابار بيلانتيات. الاخطاء اللي وسط تيران، هذوك الاخطاء اللي كيوقعوا وسط الماتش، راه ما كاينش شي حاجه كتهرس الفرقه اكثر من دوك الاخطاء. كتكون يلاه باغي ترجع في الماتش، يلاه باغي تشد الريتم ديالك، كيشدك الاربيط كيبقى يصفر لك على اخطاء اللي ساذجه واخطاء اللي ما كايناش. وهذا الشيء هذا اللي مهرس الوداد حاليا. حنا كما تنقولوا حنا مازال ما وصلناش للطوب فورم، مازال الوداد ما وصلش داكشي اللي باغي. ولكن بغينا غير على الاقل القانون يكون ينصفنا، يعطينا حقنا باش يلا نقلبوا على راسنا ماتش مورا ماتش. المدرب كياخذ راحته اكثر، كيتعرف على البطوله اكثر، كيتعرف على اللاعبين اكثر، كيقلب على التشكيله المثاليه اللي غادي يعول عليها. ولكن بد الاغلاط التحكيميه صراحه بحال كضرب كدير جهدين كما تنقولوا. ما حيتك تخدم مع فرقتك، ما حيتك تقلب على راسك وتشوف. ما بقيناش كندوي بزاف على اللاعبين في الماتش، كندويش كيفاش داز الماتش، الاخطاء ديال اللاعبين، وليتي كدوي الاخطاء ديال التحكيم. لانه بصح التحكيم هرس الوداد هاد لي 5 ماتش بين اللعبه. ما كاينش شي ماتش اللي تنصفات فيه الوداد، كاع لي ماتش كان فيهم ظلم تحكيمي، لا من ضربات جزاء، لا من اخطاء وسط تيران، لا من ناحيه لي كارطون كيتجبدوا ضد الوداد. اما لصالح الوداد الا شتي الماتش الاخر وشنا الاخطاء اللي وقعت وسط الميدان وشنا الريبيتيسيون، راه حرام اصاحبي. راه بنادم اذا كان الاربيط ما شافش الغرفه ديال الفار علاش مديوره؟ ما كيبان لك لي فوت، السيد كيطاكلي عليه من اللور، السيد كيضربو بالكود، السيد كده ما كاينش لي فوت. الوداد كاع بعض المرات ما كيصفرش لك حتى والو، حتى بلا كارطون بلا والو ما كيعطيكش لا فوت ديالك. راه ما يمكنش فريق اللي كيقلب على راسو يلا في اعاده البناء وتزيد تهرس فيه بحال هكا، فراه صعيب صراحه هذه. لانه بزاف ممكن تغلط ماتش ولا جوج، وكاين 5 الماتشات كاع لي ماتش مع فريق يلاه كيقلب على راسو، فراه حسبنا الله ونعم الوكيل. لان صعيبه هذه القضيه. وكما شفنا اللي كياكد هذا الشيء، شفنا اللجنه التحكيميه انها خرجت دابا ودوات على الوداد، قال لك انه دوات على الاخطاء التحكيميه اللي وقعت ضد الوداد. كيفاش دويتي الاخطاء التحكيميه اللي وقعت ضد الوداد؟ كيفاش؟ شنو ربحنا حنا من عندكم دابا؟ انا 5 الماتشات اخطاء تحكيميه في ماتش، مرحبا كيوقع الخطا وماشي مشكل واللجنه كتعترف. اما 5 ديال لي ماتش، 5 ديال الاخطاء ضد الوداد، علاش؟ اذا هادشي مستهدف. هاد الهضره اللي قلنا راه كاين، هادشي مقصود، ماشي دي اغلاط. ما كاين اخطاء وكاين المقصود. هادشي هذا مقصود، 5 ديال لي ماتش والاغلاط ضد الوداد، اذا هادشي مقصود.